من نص كيلو فول هعمل معاكم وصفتين ولا احلى منهم. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هيا بنا نطبخ مع ده نص فول نقيته كده كويس وهغسله مره واثنين وثلاثه وهنقعه في ميه عاديه من الحنفيه 12 ساعه. عايزه ده انا نقعته، هو المفروض 12 ساعه بس انا سبته يوم بس، يعني نقعته الصبح، تاني يوم الصبح اشتغلت فيه على طول. بس بغير له كل 6 ساعات، اغير له الميه عشان ميته تبقى فاتحه كده وتبقى حلو. بصوا عمل ازاي، الحبايه زادت النص. انا عايزه انبت الفول ده تنبيته حلوه وصح. فوطه بقى مبلوله انزل بالفول فيه كل 6 ساعات، وهو في الفوطه ده اطلعه اغسله. خدوا بالكم بقى اهو، اطلعه اغسله وانزله في الفوطه، اغسل الفوطه واعصر وانزل بيدي تاني يوم. ده بعد ما غيرت له كده مرتين وسقسق له كده ميه تاني في الفوطه. تاني يوم بقى هنشوف تاني يوم اهو زي ما قلت لكم. ده تاني يوم تنبيت على طول، ما تسيبوش اكتر من كده. نبت بقى حلو قوي قوي جميل. يلا بقى نغسله، ناخده كده على الحنفيه، هنغسله في تحت الحنفيه غسله حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الجمال، صحي لذيذ. هاخد اول وصفه، تعالوا اول وصفه، تعالوا ناخد نص الكميه كده. اخدت نص الكميه كده عشوائي، نزلت بلتر ميه على البوتاجاز، مش هحطه يغلي، مش هحط له اي حاجه غير ما اشيل الرغاوي بتاعته دي، لان الفول دايما يطلع رغاوي. بصلتين، طماطمتين، جزرايه، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، ونزلت بنص معلقه توم مهروسه. طب عايزه تسيبي بقى الخضار ده فيها، ما بياخدش ربع ساعه. الفول مش عايزاه بقى يتهري وما يبانش فيه، لا انا عايزاه كده، انا عايزاه يدوبك ربع ساعه يبقى حلو حافظ نفسه، لان هو مش بيستحمل في الوقت ده. تعالوا بقى اما نطش له طشه كده حلوه، معلقه سمنه فلاحي كده حلوه او معلقه زيت مش مشكله، معلقه توم. وتعالوا بقى تعالوا ونتش. ايوه كده، الله الله سوري. شمين الجمال، الريحه، طعم شوربه الفول النابت دي ملهاش حل، يعني احلى. ولا تقولي لي جمبري ولا لحمه ولا فراخ، والله العظيم فيها طعم روعه بليمون بقى. والخضار بتاعها ده هستخدمه في الوصفه التانيه. عايزه تاكليه كده كليه، عايزه تسيبيه جنبها عصره ليمون واشربي بقى وكلي بقى. احلى شوربه فيتامين لذيذه طعمه قوي. يعني بقيت اقول يا ريتني كنت كنت خدت كيلو فول مش نص فول. بصوا بقول لكم، بصوا سواها كده حلو، محتفظه بنفسها وبتتقشر بسهوله. اقعدي بقى ازقزي كده على جنب، خدي بقى اقعدي ازقزي كده واشربي الشوربه الجميله اللذيذه دي. الف هنا. يلا ندخل في الوصفه الثانيه على طول. يلا يا حنون، ما تسرحوش معايا، اللف والقلب الاحمر فين، على طول وندخل في الوصفه الثانيه. مش هطول عليكم، نفس اللي هو اللي انا كنت غسلاه هو. اللي لاقيها متقشره كويس، اللي لاقيها القشره بتاعتها طالعه كده اشيلها، اللي لازقه فيها اسيبها ما برميهاش، لا انا سيبيها بتستوي